افريقيا لفظ البانجو او الماريجوانا، لكن قنب الهندي ده جاي من شرق اسيا. تمام. واخد بال حضرتك؟ تمام. البانجو ده بيتحول يا اما يتاخد يتدخن جاف بعد ما يتجفف، يا اما يتحول لحشيش. احنا عندنا يتحول لحشيش. يتاخد الورق يتجفف حضرتك وبعدين يتكبس بشكل معين ويطلع. اخطر اماكن على مستوى العالم بالنسبه لنا احنا لانتاج مخدر الحشيش زي ما قلت لحضرتك باكستان وافغانستان، ده الحشيش الباكستاني والافغاني. زي ما قلت لحضرتك عندنا المغرب شمال غرب افريقيا، وعندنا لبنان، ده الجزء الشرقي من البحر الابيض المتوسط. المشكله جايه لنا من الحشيش لمصر من الثلاث اماكن دول. اخطر الاماكن في دخول الحشيش لمصر هي المغرب. المغرب النهارده بيقال الحشيش المغربي ده احسن حشيش. والله هو المخدرات يا محمد بيه بصفه عامه ما فيهاش احسن واوحش، هي كلها منتهى السوء. يعني المخدرات ما فيهاش درجات. لا انا قصدي اقول يعني ممكن يبقى بيور، الثاني بيبقى فيه لا هو المتعاطي المصري يميل للحشيش اللبناني اكتر. لان الحشيش اللبناني بيبقى على حسب ما هو يقول المتعاطي انه اهدى كتير من المغربي بيلطش. واخد بال حضرتك؟ لكن يتقال ان الماده الفعاله اللي موجوده في نبات المانجو المزروع في المغرب نسبه المخدر فيها اللي هي تترا هيدروكابينول 14%، ودي من النسب العاليه في المخدر اللي موجود في نباتات المانجو. فتلاقي حضرتك المشكله جايه لنا منين؟ جايه لنا من الغرب. هيجي من المغرب هيجي لنا ازاي؟ بدا يجي لنا بري، يخش من المغرب على الجزائر على تونس مطروح على ليبيا، ويجي لك من 1000 كيلو اللي بينك وبين ليبيا. طبعا الكلام ده تصدينا ليه بحملات وبشغل بمعلومات بشكل كويس جدا وحققنا نتائج. 1000 كيلو دول اللي هو الحدود اللي بيننا من اول البحر الابيض المتوسط، صحراء، انزل حضرتك لحد وبحر الرمال العظيم بقى، هتلاقي حضرتك التشاد ولازم وداخل فيها السودان جزء صغير، وبعدين احنا من تحت بقى والحدود دي. الاطنان جايه لنا بري، بيتحمل على عربيات، يطلعوا العيال المهربين موجودين معروفين في مطروح، محافظه مطروح تحديدا، سواقين ليهم قدره على حته السير في الجبال دي. وعلى فكره بيضمن تهريب الحشيش من المغرب لحد ما يخش مصر قبائل موجوده في خط سير العربيات دي، الامازيغ والبربر والطوارق، ودي قبائل كبيره جدا. حتى تسمع حضرتك دلوقتي في ليبيا ده عايزين ينفصلوا، ده الطوارق، ده الامازيغ، ده مش عارف ايه. صحيح. المسافه دي كلها بيضمنوا مرور الحشيش وشحنات الحشيش ويقبضوا فلوس. تيجي لك هنا قفلنا البر خلاص. هو بدا يفكر المهرب يعمل ايه؟ يطلع مراكب يجيبها من الميه ويوصل للمغرب وتروح هناك، وبعدين يجي لك، ما يجيلكش بقى على حدود مصر، يقف لك في المياه الدوليه قصاد ليبيا وينزل الشحنات بتاعته، وبعدين يبدا بقى يدخلها لك مصر على دفعات كده، يا من البر يا من البحر، يتوهك، يبدد جهود المكافحه خالص. واخد بال حضرتك؟ طبعا القضيه بالكامل بتبقى خارج النطاق الامن والقانون المصري، وبالتالي كان لازم هنا يبقى في دور فعال للتعاون الدولي لمجابهه هذه المشكله. هل في تعاون دولي فعلا ما بينكم وما بين دول شقيقه او دول؟ احنا حضرتك في 2013